السلام عليكم، مرحبا بكم اصدقائي في فيديو جديد ديال توقعات وتحليلات مباريات يوم الاحد ان شاء الله. نتمنى تكونوا في افضل احوالكم. نبداو الدراري بالبريمير ليغ. عندنا ثلاثه الماتشات. الماتش الاول عندنا بيرلي في تيران هادت استون فيلا. استون فيلا نتوما كتعرفوا في المركز الخامس مع ليفربول، تعادلات هاد النهار هذا، عندها 58 نقطه، خصها ضروري تربح. الدراري غنلعبوا اما التعادل ولا الفوز استون فيلا. لعبوا اما التعادل ولا الفوز استون فيلا. في الماتش الثاني عندنا كريستال بالاس وايفرتون. هاد الماتشات الدراري غنلعبوا فوق 3 ديال البيوت، نلعبوا فوق 3 ديال البيوت، حيت كريستال بالاس ولا ايفرتون كيخرجوا يلعبوا كره، الماتشات ديالهم كاملين تيخرجوا بالبيوت. في الماتش الثالث عندنا نوتنغهام ونيوكاسل. غندوزو نيوكاسل عندها في المركز 13 عندنا 45 نقطه، ونوتنغهام 16 في المركز 16 عندها 42 نقطه، فرق ديال 3 نقاط. هذا الماتش غيكون صعيب الدراري، ما غنخاطروش. حنا ديما كنعطيكم التوقعات السالين. غنلعبوا كلا الفريقين يسجل 1-1 2-2، المهم بجوجهم يماركي. عندنا الماتش الرابع ديال ارسنال وويست هام. ماتش صعيب، هذا الماتش الحاسم بالنسبه لارسنال، حيت ارسنال خصها ضروري تربح باش دي البريمير ليغ وتمشي مزيان، وويست هام خصها تربح باش تحيد من مراكز الخطر. لكن هذا الماتش الدراري غنلعبوا ارسنال تربح، نلعبوا ارسنال تفوز. غندوزو الدراري للدوري الاسباني. عندنا اتلتيكو بيلباو في تيرانها في سان ماميس ضد فالنسيا. اتلتيكو بيلباو في المركز الثامن ب 44 نقطه، خصها ضروري تربح باش تطلع تلعب اليوروبا ليغ. وفالنسيا في المركز 39 نقطه، خصها ضروري حتى هي تربح. اتلتيكو بيلباو في تيرانها صعيبه، واخا هذا العام ماشي عامهم، هذا العام شويه كانوا ناقصين، ولكن غنلعبوا الدوبل شونس، اما تربح اتلتيكو بيلباو واما التعادل، اما تربح ولا التعادل، اما الفوز اتلتيكو بيلباو واما التعادل. غنمشيو الدراري الماتش الثاني ديال الدوري الاسباني، وهو الكلاسيكو البارسا ضد الريال. البارسا ضد الريال، واخا كنعرفوا الريال عندها المشاكل في الاداره والمشاكل مع اللاعبيه. اخر الاخبار قال لك دابز فالفيردي وتشاوميني. وبرشلونه نقولوا انها دات لا ليغا، ولكن هذا الماتش الدراري غنلعبوا الدوبل شونس، اما تربح الريال واما يتعادلوا. ندوزو الدراري الدوري المغربي. عندنا الحسنيه ضد الفتح. الحسنيه في تيرانها ضد الجيش الملكي. لعبوا الدراري هذا الماتش هذا اما التعادل ولا الفوز للجيش الملكي، غندوزو للدوري الايطالي. عندنا اسي ميلان واتلانتا. انتم كتعرفون اسي ميلان في المركز الثالث 69 نقطه، خصها تربح ضروري باش تبقى تلعب العصبه العام الجاي. واتلانتا عندها 55 نقطه، خصها هي تربح باش تضاعف الحظوظ ديالها باش تطلع اما تلعب الكونفدراليه ولا اليوروبا ليغ. هاد الماتشات الدراري غنلعبوا اسي ميلان تربح. انتم كتعرفوا اسي ميلان في سان سيرو في تيرانا كتكون مزيانه، اذا غنلعبوها تربح. هنا الدراري كنكونوا سالينا التوقعات ديالنا، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.